هذه مبادره حسنه، حاجه مليحه اللي دارتها الوداديه، اللي راه يتكرم كل سنه يتكرم 3 ولا 4 جوار براسهم فرقاني. ما ننساش نشكر الوالي ولايه تاع تيزي وزو على المبادره الحسنه اللي دايرها، وان شاء الله هذو اللاعبين القدامى اللي عطاو يمدوا واحد كما رشيد خالوق مربي لاعب كبير، ماشي انا نهضر عليه، التاريخ تاعو هو اللي يهضر تاعو، السي في تاعو اللي يهضر عليه. وانا نقول هذه حاجه مليحه اللي داروها واللي تفكروا هذو اللاعبين القدامى، ان شاء الله بربي في 48 ولايه ان شاء الله هذو اللاعبين اللي عطاو ومدوا باش يتفكروهم، ماشي حتى كي يموتوا بيتفكروهم. اليوم شفنا رشيد ادغيق، انا والله لا فرحت، جيت مشلف في طعو جيت ليه باسكو صاحبي خالوق مربي لاعب كبير. ان شاء الله بربي هذو 48 ولايه ان شاء الله بيتفكروا هذو اللاعبين القدامى اللي بدوا في النوادي تاعهم ولا في المنتخب الوطني باش يكرموهم. وشكرا ونشكر كاع الجمهور هنا اللي جا تاع تيزي وزو اللي ساند رشيد ادغيق، وان شاء الله حظ سعيد لرشيد ادغيق. Ce que je me dis, c'est que Rachid Adras c'était un très grand joueur. Je pense qu'il يستاهل la cérémonie qui lui a organisée. نكيني دائما قراد باللي pour moi يعني ça n'engage que ma personne. Pour moi, Rachid Adras, c'est l'un des meilleurs joueurs de la GSK de tous les temps. Parce que c'était vraiment du top. C'était un grand joueur. Pour moi, Rachid Adras, c'est l'un des meilleurs joueurs de tous les temps de la GSK. C'est pas un défenseur ni un attaquant, c'est le meilleur joueur de tous les temps. Pour la cérémonie, on remercie tous les gens qui ont organisé la cérémonie. C'était un fiasco très bien organisé. Et on remercie ces gens-là qui ont pensé à un grand joueur comme Adrir. Et on remercie aussi les autorités, à leur tête, M. Louali. Donc c'était nous. Aujourd'hui, on s'est rencontrés, des anciens joueurs, ça nous fait rappeler, surtout avec tout ce qu'on voit ici comme sur les écrans, les photos, nous font rappeler les bons moments des années 80. Donc c'était un honneur pour nous d'honorer aujourd'hui Rachid Adrir. Rachid Adrir, moi je l'ai toujours dit, c'est tout le monde qui le dit. En Algérie, il y a ça n'engage que moi. Et dans la génération, il y avait Hedfi dans sa génération. Et après Hedfi, je pense, il n'y a pas un autre. C'était Adrir. Il y a des grands joueurs, des grands libéraux, mais comme un Hedfi dans sa génération et Adrir, c'est le meilleur libéraux de tous les temps. هو يظل هو أضعف الإيمان أن نحضر اليوم هذه المناسبة لتكريم رياضي من الرياضيين الكبار على مستوى تيزي وزو، وكان كذلك على المستوى الوطني. كان قدوه، نعتبروه قدوه لكل الشباب تاع اليوم بالسلوك تاعو في الميدان وخارج الميدان. اظن لي هذا كان واجب علينا باش نكونوا حاضرين اليوم. واش نقول لك، ادغيغ سي ان امي، سي ان فرير، اخلاق عاليه، رانا فرحانين كي جينا هنايا عرفانا. سي دو لا كونسيديراسيون يا خويا، سي ان ليبيرو تشيرم. Je lui souhaite beaucoup de bonheur et surtout beaucoup de santé. وان شاء الله يرتاح في العائله ديالو هذه، وان شاء الله هذه المناسبه هذه ان شاء الله تريحوا من ناحيه الصحه. بون السلام عليكم. على كل حال نظن بلي تكريم هذا يستاهل كل خير، ونظن بلي اليوم لا ولايه تيزي وزو نشكر الوالي والمسؤولين تاع دي جي اس اللي داروا حفله كبيره على حسب المستوى تاع ادريان. فهمت اليوم الحفله كانوا اللاعبين القدامى، كانوا تاع جي اس كا تاع ليكيب ناسيونال، كان الجمهور كان غفير، وزيد كانوا معناتها دي زيكزيبيسيون des jeunes footballeurs, des karatékas, des judokas. Donc vraiment c'est une ambiance extraordinaire. نظن بلي اسمه رشيد هذا يستاهل كل خير. وحنا لو كان كي نجيبوا شويه ان كومبا كونتر لوبلي باش من الناس ما ينساوش اللاعبين هذو كل قدام، هذا هو النجاح تاعنا حنايا. حنا كي نلحقوا لهذا الشيء، واليوم لحقنا لهذا الشيء، والحمد لله. كل المناسبات هنايا
في رمضان. هذه السنه ديالنا الرابع لا كاتريام سيريموني بعد بالعشيه والعملي في تقولوا لو بروميي اوت. لو 8 اوت ديالنا بالقاده في السيق في السيق بالقاده تاع السيق وتاع الام سي او. لو 17 ديالنا عمر في فلوساندي في النال. واليوم رانا هنا في تيزي وزو. دونك كاين 5 اللي تكرمون. دونك بلي كان نجاح كبير، وان شاء الله اسمو لي كلاب يتبعونا يديروا شويه كيما حنا، يعاون يديروا كيما حنا، يديروا كيما حنا، لان لو كان يكرموا كل عام يديروا كيما هذه. حنايا الحمد لله دونك نجحنا في المبادره هذه في رمضان، ومازال بعد لي فاكونس نرتاحوا شويه، فهمت؟ باسكو سافرنا بزاف في هذا رمضان. بعد رمضان بارتي دو سبتمبر ان شاء الله نبداو يكون عندنا دوت سيريموني، ممكن سيمينير سو الفوتبول بروفيسيوناليز باش ندخلوا شويه في الكره تاعنا، باش معناتها نعطوا راينا في الكره، لان الكره حاليا راهي مريضه. يا خويا جو ريميرسي تو لو موند، جو ريميرسي تو l'amical Ali Fergani, la tête Ali Fergani et tous les anciens joueurs. والتشجيعات والفرحه الكبيره تعبر على من هو رشيد غادغيق كرياضي وكلاعب كره القدم ولعب شبيبه القبائل. نتائج كبيره، كان بطل افريقيا بنتيجة ثقيلة، كانت عنده 21 سنة، باش تعرفوا يعني من هو رشيد الدقيق. فزنا هنا ب4-0 وفزنا له 1-0 ب100,000 متفرج. هو عنده 21 سنة، ولكن كان لاعبين آخرين عندهم إمكانيات وعندهم خبرة كعبود كفرقاني كل شيء. كان توازن مع هذا. حنا نتمنى وان شاء الله نشوفوا مش الى رشيد غادغيق، نشوفوا عدد كبير من اللاعبين. انا داك غادغيق كان انسان اللي يحب الكره ويحب الأشخاص ويحترم الآخرين، وكان من أحسن لاعبين في وسط الدفاع في ذاك الوقت، مش كما اليوم. في ذاك الوقت كان بن طاهر بن فرحات، كان خياري، المرحوم قديس، في ذاك الوقت كانوا لاعبين كبار. وكاين ماشي غير كاين، ولكن ذاك الوقت كانوا الامكانيات وكانوا اللاعبين. حنا فقدنا لا ريفورم، يعني كنا محترفين. هذاك هو الاحتراف الجزائري. احنا انا نتمنى نكون استمرنا بتلك الطريقه كورنا، ولكن لا غالب. هذا اليوم الامكانيات، ولكن الحمد لله حنا غادغيق كان مهاجم مدافع، وكان يراوغ الكرة ديما في الأرض، وديما يساند، وديما كان يجيب لنا إضافة كبيرة هجومية. كم مرة كنا منهزمين وهو اللي كان يخلينا نفوز، والحمد لله. Bon, on va remercier Kougi Golganizan l'hommage à Guinness. Noual El Rachid Youssan, Safi El Rachid Hmelant, c'est un ancien joueur. Il خدم la carrière CGSK, il خدم CGSK. وإن شاء الله CGSK تروح على مزيك. سلامات تالي تالي سيقلني ذاك.